اهلا اهلا، السلام عليكم حبيباتي، نتمنى تكونوا بخير والفيديو تاع لقاكم باحسن الاحوال بصحه جيده يا رب. فيديو جديد معي كما راكم تشوفوا. بديته لكم من الكوزينه. انا صراحه في رمضان كيفاش ندير بالنسبه للكوزينه هكذايا. نفضل كي نغسل هكذايا المواعن في الليل بعد ما كنت يعني العشية كامل في الكوزينة نطبخ. على بالكم في رمضان دائما العشية نطبخوا بحكم يعني بناتي معايا في الكوزينة، زعما يعاونوني يتوشيو بزاف يوسخوا لي. دونك دائما نفضل نجوز عليها هكذايا نشيشي في اعزكم الله في الليل بعد ما نغسل كامل هذوك المواعن. غير هاد النهار، هاد الروتين تاع ثاني يوم تاع رمضان حبيباتي، جوزت عليها هكذايا الصباح لانه كانت فريمون موسخه كما راكم تشوفوا. سينو في رمضان كما قلت لكم حبيباتي، نفضل يعني بعد ما نغسل المواعن هذوك نجوز عليها، وغدوه من داك كي ندخل ليها يعني نلقاها نظيفه ونقيه. المهم قولوا لي واش دار لكم رمضان، الى غلبكم ولا لا. على كل حال يعني رمضان ماشي حاجه صعيبه ولا بالخف يجوز نهار. الصبيحه هذيك نديروا الروتين تاعنا نجوزوا على الدار كامل، والعشيه اكيد ندخلوا الكوزينه نطيبوا. دونك الوقت بالخف يجوز وتجي وقت المغرب يأذن. على كل حال يعني رمضان كما نقول لكم دائما ماشي تاع طياب وشغل، يعني لازم بروفيتيو في هذا الشهر الفضيل نقرا ونتقربوا اكثر واكثر لربي سبحانه، لان التقرب والصلاه وقراءه القران ماشي في شهر رمضان برك، ولكن في هذا الشهر تكون بزياده. المهم هنا كما عرفتوني خلاص دائما نبدا من التحليه. والتحليه تاع هذا النهار بزاف سهله وبسيطه. درت في كاسرونه هكذايا مغرف تاع نشا، مغرف تاع كاكاو، وتاني باكي تاع الفلون شوكولا، وكاس تاع 200 مليلتر تاع الحليب. خلطتهم مليح مليح حتى ذابوا كامل هذوك المكونات. ومن بعد ضفت كاس واحد اخر تاع نفس المكيال يعني. حطيته هكذا فوق النار وانا نخلط فيه حتى ثقل، وفرغته هكذايا في هذوك ليفيرين تاع 27000. ميلتهم هكذايا شويه مي بصح يعني ما خليتهمش بزاف باش يتجمدوا. على بالكم انايا نتقلق بزاف، ويعني سبحان الله العظيم دائما هكذايا ندايره. واش درت تاني طبقه ثانيه هذيك الكريمه السائله. على بالكم من الافضل تشريو هذوك لي بواط صغار، لانه هذه الكبيره ما تقدروش يعني تجمعوها بزاف في الثلاجه راح تخسر. دونك على بها قلت ضروري ما نبدا بها. طلعتها هكذايا بمغرف كبيره تاع لا شونتيي ومغرف ونص تاع السكر كلاص. طلعتها هكذايا ما حبيتش يعني نثقلها مليح مليح، حبيتها نخليها هكذايا خفيفه. ضفتها كطبقه ثانيه، والكميه اللي بقات لي ضفت يعني لا شونتيي ثقلتها مليح مليح. وزينت بها هكذايا من الفوق. مي بصح هذاك التزيين غير ردوا بالكم كاين اللي ما شفتوا والو. المهم كامل في البنه، وهاد التحليه بزاف سهله وبنينه. كما شفتوا معايا تاني درت شويه تاع الكاوكاو مرحي ومحمص يعطي ذوق بزاف بنين. دخلتها للثلاجه وتهنيت منها كما نقول لكم دائما. وهنا هذا النهار واش نقول لكم درت واحد العشاء يشد بزاف الوقت. انا بالنسبه ليا هاد صوالح تاع القليان بيتزا المملحات يشدوا لي بزاف الوقت، بعكس تاع يعني كي ندير طاجين ولا مثوم ولا هذاك ساهل ماهل بالخف، يعني ما يشدليش كامل الوقت في الكوزينه. المهم كما شفتوا معايا راح ندير الحميص. كنت رديت هكذا الطاجين ودهنت الفلفل تاعي والطوماطيش دهنتهم مليح مليح وشويته في الطاجين يعني يجيني ساهل. بالنسبه للفلفل الحلو كنت قليته عادي قشرته، راح نديروا السلطه هكذايا. بالنسبه للحميص خلاص على بالكم انا صراحه كي نشويه هكذايا ما نوليش نرجعه هكذايا في المقله، ولا نحبه هكذايا بهذه الطريقه. لا انا لا راجلي. بالنسبه للطوماطيش درت وحده برك صغيره. على بالكم الحميص لازم الفلفل الحار اكثر شيء، وهذا النهار هذا الفلفل واش نقول لكم جا حار بزاف بزاف، وهذه الكميه اكيد ما راحش يعني ناكلوه في نهار، راح يشد لنا واحد الاسبوع. دونك كي نتعشى اكيد نحطه في اون بواط هكذايا نغلق عليه ونحطه في الثلاجه. كي يجي هكذا وقت العشاء نجبد بشويه هكذايا في طبيسي الصغير. بالنسبه لهذا الفلفل الحلو يحبوه بزاف بناتي، وهذا بزاف مليح للصغار للكبار. دونك قطعته هكذايا بالطول كما راكم تشوفوا. ندير له شويه تاع الزيت والملح، ونقطع له هذيك حبه طوماطيش من الفوق.
يعني في اغلب الاحيان نحب ندير بهذه الطريقه الفلفل الحلو مع الطوماطيش. المهم نحيتهم هكذايا من طريقي. هنا قريب يأذن حبيباتي، اصلا ما دخلتش بكري الكوزينه هذاك النهار، كنت دخلت مي بصح ماشي على جال الطياب لانه درت المطلوع تاني، لانه نهار اللي ندير هكذايا الفلفل والطوماطيش الحميص ضروري ما ندير المطلوع. بالنسبه لي اكيد المطلوع ما راحش يعني ندير كميه كبيره. هادو هما يعني السلطات ولا الحميص تاعي. وهنا حبيت نشارك معكم واحد العصير، يعني العصائر في رمضان بزاف مهمين حبيباتي، لازم دائما يكون حاضر. والعصير اللي جبته لكم هذا النهار بزاف مليح، كله فيتامينات. هنا في مولينكس درت حبه تاع البنان، بواطه ياغورت تاع كريم كراميل هذاك، درت حبيبه تاع الجوز كما شفتوا معايا، وراح نضيف 11 حبه تاع التمر. وخلاص الحليب على حسب الكميه، انا ما نحبش يعني نكثر بزاف الحليب، نحبه ثقيل شويه. ونشعل المولينكس نرحيه مليح مليح. انا حبيباتي شعلوه واحد 7 دقائق باش يترحل لكم مليح مليح هذاك التمر. واش نقول لكم، يجي واحد العصير يتشرب بارد. انا درتو هكذايا ساعه ونص من قبل، حطيته في الثلاجه، جا واحد العصير بزاف بزاف بنين. انا نحبو هكذايا ثقيل شويه، ما نحبش يعني ندير له بزاف تاع الحليب. المهم هنا بدلت رايي، حطيته في هذه القرعه اللي عندها لغطه هكذايا، يجي بزاف مليح وبنين. هذاك اللوز، هذاك التمر، البنان، واحد الميلونج، غير جربوه ما تندموش عليه، خاصه الاولاد صغار بزاف مليح، حتى الكبار يعني كله فيتامينات. المهم هنا جست ندير زوج مطلوعات، قيس ما ناكل برك في العشاء، هذا ما كان. الا بقات لي هكذايا شويه يفطروا به غدوه من داك بنياتي. درت بول تاع سميد رقيق عامر، البول الثاني تاع الفرينه ما عمرتوش كما شفتوا معايا، درت مغرف يعني ماشي بومبي تاع خميره الخبز. راح نشمخوها هكذايا بالماء. اول مره راح نعجنوا شويه، ضروري ما تعجنوه شويه، سينو هذا المطلوع حبيباتي بلا عجين بلا دلك بلا حتى حاجه، ندلكو برك اول مره هكذايا، ومن بعد نغطيه. كل ما يخمر نكسر له الخموريه بشويه تاع الماء، نعجنه شويه يا ربي 3 دقائق، ونغطيه. نعاود في هذه العمليه واحد 3 خطرات. الخطره الثالثه راح نضيف اكيد الملح المطلوع تاعي. هنا راح نغطيه بصاشي هكذايا تاع الخبز، راه طالع المره الاولى راح ندي غازيه اكيد، نعجنوا شويه برك كما قلت لكم. العجينه اكيد راح تتلصق معكم عادي، لانها مازالها مسوسه، ما درت لهاش الملح، سينو كي ديروا لها الملح خلاص ما راح تتلصق مع حتى حاجه. كما قلت لكم راح تخمر لي 2 خطرات، والخطره الثالثه خلاص ندير لها الملح ونقرصها. ندير لها هكذا مطلوعات في طرشونه هكذايا، ونخليها حتى تخمر لي، ونطيبها في الطاجينه عادي نسخن الطاجين، يجي واحد المطلوع بزاف خفيف مثقب. ويعني كما شفتوا معايا مدلكتو ما حتى حاجه، باش دير لي حتى وقت وبرك هكذايا وحطيته. هذا ما كان حبيباتي. انا دائما ندير كامل الوصفات تاع المطروع، مي بصح هاد الطريقه جامي نبدلها لانها بزاف سهله ويخرج لي المطلوع الله الله خفيف مثقب الله الله. وبالنسبه للبيترا ما حبيتش يعني نعجن فيه المطلوع، لانه يعني ما درتش من قبل فيه المطلوع، خفت لا ما يستقليش ولا نخرب المطلوع تاعي او نستقب بلا خبز، لانه اصلا هذاك النهار ما شريتش كامل الخبز، كان عندي الكسرة تغذوا به بنيتي في الفطور، وما شريتش يعني الخبز. وبالنسبة للعشاء أكيد كنت مديسيديا ندير المطلوع. هنا خلاص بعد ما تنفخت ليها كدير مرة ثالثة، درت لها الملح، قرصتها كدايا، فتحتها في الطرشونات كما راكم تشوفوا. كي يخمروا لي اكيد راح نطيبهم في الطاجين عادي. انا صراحه في رمضان كي ندير المطلوع ما نحبش نديروه في الصباح، ولا ضروري ما نديرو في العشيه باش ناكلوه هكذايا سخون. اصلا انا درت برك 2 مطلوعات ما شدوليش بزاف الوقت، ولا هنا تكون الساعه يا ربي 6 غير 20 طابولي جو بزاف ملاح. شوفوا لي المطلوع جاي يعني بزاف خفيف مثقب من الداخل. يعني هاد الطريقه ما تندموش كامل عليها حبيباتي، غير جربوها وما يعني ما تعبكمش كامل. وانا اكيد كنت درت شويه تاع يعني هكذايا بيتزا،
درت برك وحده كبيره. العجينه دائما اللي شاركتها معكم، هاد العجينه بزاف مليحه للمملحات البيتزا، بزاف بزاف مليحه وناجحه، تجي بزاف طريه. المهم هنا بعد ما خمرت لي اكيد جبت هاد اللوحه دائما نفتح فوقها البيتزا. هنايا بالنسبه لكريمه الجبن انا اللي درتها مي بصح ما شاركتهاش معكم. وهنا حبيت يعني اول حاجه كنت حبيت ندير شكل واحد اخر، ومن بعد بدلت رايي قلت نديرها برك سامبل، لانه كان هنايا الوقت يعني قريب ياذن وانا ما عنديش بزاف الوقت، ما حبيتش يعني ندير حوايج اللي ياخذوا لي بزاف الوقت. بالنسبه لاصوص تاني شحال من مره شاركتها معكم، صوص طوماط عاديه بطوماطيش وفص تاع الثوم، درت شويه تاع فيون داشي كما شفتوا معايا للطون. وبالنسبه للفرماج درت 3 انواع، مي بصح هاد الفرماج واش نقول لكم ما عجبنيش بزاف بزاف. المهم ما جانيش يعني هذاك الجبن اللي يذوب وكامل. المهم درت تاني شويه تاع الفلفل، حبيبه تاع الزيتون، دهنت هاد الاطراف بشويه تاع الحليب ولا بصفر تاع البيض احسن شيء. الفرن كنت شعلته 240 درجة، دخلتها طابت يعني سوا في وقت الأذان، جات سخونة الله الله، وجات بزاف طرية بزاف بنينة. حطيت الطبلة تاعي شريبة الله الله، قليت 2 حبيبات تاع البوراك، حطيت العصير تاعي، البن، الحميص والسلطة، البيتزا تاعي المطلوع. يعني اللهم أدمها نعمة واحفظها من الزوال. نقولكم الصحة فطوركم وصحة سحوركم، ووقت ما راكم تشوفوا في الفيديو تاعي شاركت معكم يعني نهاري وفطوري. طاولة بسيطة سهلة اقتصادية تاني، ما فيهاش يعني بزاف صوالح، والأهم كما نقولكم دائما البنة حاضرة. لهنا وصلنا لآخر الفيديو حبيباتي، نقولكم تبخلوش عليا باللايك وكومنتر شباب كيما نتوما، واكيد اللي مازالت ما اشتركتش في القناه تشترك، ان شاء الله محتوى القناه يعجبها. نقول لكم صحه سحوركم وصحه فطوركم، سلام.